السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. انا وصفتي النهارده هي فرايد تشيكن، عاملاها سندوتشات كده في البيت زي اللي بناكله في المطاعم بالظبط، بتتبيله جميله وبسيطه جدا. بحط دقيق مع نشا، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، ملح، كل البهارات اللي انت حابه تحطيها، مع بيضتين وكوبايه ميه متلجه جدا. الخليط ده بقى بنقع فيه الفراخ الصدور، وبعدين نفس الخلطة دي بالظبط بس تكون جافة، مع البهارات والنشا وكل حاجة، عشان هطلع من التتبيلة اللي هي اللي فيها المية والبيض على التتبيلة الجافة. بس أهم شيء الحركة اللي انتوا شايفينها دي هي اللي بتعمل الكرانشي. بحطها في زيت غزير وبقليها، طبعا الشكل واضح من قبل ما تطلع من الزيت ان هي كرانشي ازاي. هتعجبكم جدا، جربوها ومش هتندموا. طبعا انا عندي عيش كايزر بقى، عندي خس كابوتشي، عندي تركي، عندي شيدر، اي حاجه انت حابه تحطيها، مايونيز طبعا وصوصات ما فيهاش جدال طبعا. اي حاجه حابه انت تحطيها في الساندوتش زي اللي بتاكليه بره فبتحطيه وتعمليه لولادك، بيطلع لذيذ جدا ومن ايديكي وانضف وارخص وحاجات كتيره جدا. ما تنسيش برضو تقدمي مشروب اللي انتوا بتحبوه، واستمتعوا بأطعم ساندوتش ان شاء الله يعجبكم. جربوه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني، ولو أول مرة تشوفوني أنا الشيف ميم.